هو انت على راسك ريشه؟ ايه موضوع الريشه اللي بتخلينا كلنا مميزين دي؟ هو الحقيقه الموضوع فيه 3 حكايات، او تقدر تقول 3 ريشات. الريشه الاولانيه من ايام المصريين القدماء، كان اسمها ريشه الالهه ماعت، الهه الحق والعدل والنظام في الكون، وهتلاقيها مرسومه على جدران المعابد على شكل واحده ست على راسها ريشه نعام. وطبعا كلمتها كانت بتمشي على كل الشعب، والمصري القديم كان عنده اعتقاد ان هو لما يموت قلبه هيتحط في كفه ميزان، والكفه اللي قصاده هيكون فيها ريشه ماعت دي، فلو قلبه كان اخف من الريشه معناها ان اعماله كانت صالحه، فكده هيعيش الحياه الابديه. اما بقى لو كان قلبه اتقل من الريشه فده معناه ان اعماله ما كانتش كويسه خالص وهياخد جزاؤه. الريشه الثانيه بقى هي ريشه الملوك والامراء اللي كانوا بيحطوها في التاج بتاعهم علشان يبقوا مميزين عن باقي الشعب. الريشه الثالثه بقى كانت وقت سيدنا سليمان عليه السلام. مره جاله راجل بيشتكي ان في حرامي سرق الفراخ بتاعته وعايز سيدنا سليمان يرجعها له. طب سيدنا سليمان هيعرف الحرامي ازاي؟ ربنا الهمه بفكره بقى، جمع اهل البلد كلهم في ساحه كبيره وقال لهم ان الراجل ده الفرخه بتاعته اتسرقت والحرامي موجود بينا دلوقتي، واحسن له ان هو يعترف من نفسه علشان اخفف عنه العقوبه. فطبعا الناس سالت سيدنا سليمان هو انت تعرف الحرامي ده؟ قال لهم اه. قالوا له طب هو مين؟ قال لهم على راسه ريشه مطرح الفرخه اللي سرقها. قام واحد من الموجودين بشكل تلقائي جدا حط ايده على راسه علشان يشوف هي عليها ريشه ولا لا، فطبعا الناس عرفت ان هو ده الحرامي فقبضوا عليه واخد جزاءه. انتوا بقى مقتنعين بانهي روايه اكتر؟